حضور مؤتمر جنيف 2، مضيفا أن إيران ستسهم في حل الأزمة السورية في حال تمت دعوتها رسميا إلى المؤتمر. جاء ذلك خلال استقباله فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري، الذي أكد ضرورة مشاركة طهران في المؤتمر. من جانبها أكدت مرضية أفخم المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية أن أي اقتراح من شأنه أن يقلل من موقع إيران وعزتها يعتبر مرفوضا. مراسلنا عمر هواش والتقرير التالي. في طريقه إلى جنيف 2 يجد وفد النظام السوري نفسه معنيا بالمرور من طهران إلى إيران. وصل فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري، قال إن إيران لا بد وأن تكون جزءا من الحل في جنيف 2، لكن إيران غير المدعوة حتى الآن إلى المؤتمر. قال وزير خارجيتها أن العالم أمام اختبار حقيقي لا بد وأن ينتهي بالقضاء على الإرهاب في المنطقة. ترفض طهران تهميشها في أي مشهد لسوريا ما بعد جنيف 2. سنشارك في أي مؤتمر لحل الأزمة السورية، لكن دون فرض شروط مسبقة. نحن نرفض أي اقتراح ينقص من مكانة وشأن وعزة الجمهورية الإسلامية. المكانة التي تتحدث عنها إيران قد تكون في موقعها الجديد بعد اتفاق جنيف النووي. ترى طهران الآن ضرورة توحيد الجهود للقضاء على التطرف والإرهاب. مشاركة إيران في جنيف 2 هامة ومؤثرة، لكن الرفض الأمريكي يعود إلى الرفض السعودي الذي يدعم جماعات داعش. إن أي حل في سوريا رهين بمشاركة إيران. على وقع الحرب الدائرة في سوريا تقول دمشق أنها لن تذهب إلى جنيف لتسليم السلطة. أكدت على ضرورة أن تكون إيران شريكا أساسيا في جنيف 2. إن خرج مؤتمر جنيف 2 بالحل السياسي لسوريا أو خرج بخطة لمواجهة الإرهاب، في كلتا الحالتين تقول طهران إن على الجميع أن يسهم في إنقاذ سوريا بمن فيهم مؤيدي النظام السوري أو معارضيه. عمر هواش، فلسطين اليوم، طهران. اتهم وزير الخارجية السعودي سعود